طيب، فضيحة مزلزلة هزت أركان القارة الآسيوية. الاتحاد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يسقط ب7 أهداف نظيفة على أرضه أمام الزعيم الهلال السعودي. ترى الاتحاد هو متصدر ترتيب جدول الدوري القطري، فريق مش بسيط، من أقوى فرق القارة، وكان مقنع جدا في دور الثمانية بفوزه على نادي الشاب السعودي 2-0. ولكن فجأة انهيار تام غير مبرر في نصف النهائي أمام الهلال. تعبت وأنا بقول إنه الهلال فريق عالمي مش عادي. أسقط قبل أسبوعين أقوى فريق في قارة أمريكا الجنوبية كلها، نادي فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وهذا يعني انه الهلال اقوى من كل انديه البرازيل والارجنتين مجتمعين. ردها علي، يلا ناقشني. فلامينغو سيد قارته هناك، والهلال دمره في نصف نهائي كاس العالم للانديه في المغرب. الهلال يؤكد انه في ليفل اخر تماما في المنطقه حاليا. الاتحاد لازم وقفه مع النفس. افضل ملاعب في العالم موجوده هون في قطر، امكانيات ماديه واستثماريه رهيبه في مجال كره القدم، وشفتوا كاس العالم بعينكم، كل شيء متوفر للاعب ليبدع ويقدم. ولكن لماذا هذا الاستقطاب الفني الضعيف لمدرب مثل هيرنان كريسبو؟ نعم، كان مهاجم رائع وفتاك وانا كنت احبه شخصيا كلاعب، ولكنه كمدرب نجح هناك في القاره الامريكيه اللي الهلال اسقط كبيرهم. الصفقات الناجحه هنا في قطر قليله، ولو بدي اذكر امثله ما راح